أمام دار الأوبرا المصرية والاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. اتقابلنا بأحد الحاضرين النهاردة للاحتفال، وهو هيعرفنا بنفسه وإيه سبب حضوره اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي وليد دشروطي، كاتب وباحث ومن المهتمين بمتابعة الشؤون الفنية والثقافية في بلادنا وخاصة في دار الأوبرا المصرية. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. احنا عاوزين نتعرف ايه سبب اهتمامك بالموسيقى وانك جيت مخصوص النهارده الاحتفال. طبعا الموسيقى في غنى عن التعريف طبعا، يعني هي غذاء الروح وإحدى الفنون السبعة، وبرضه نقدر نقول إحدى علامات أو إحدى علامات قياس مستوى تقدم الأمم والشعوب. يعني انت من رأيك ان الموسيقى دي بيبقى سبب ان في المجتمع يرتقي ويتغير؟ من المؤكد طبعا ان الفنون لها تأثير كبير في احداث التغيير والتطور للافضل بالنسبه للشعوب. تمام. طيب انت شايف من وجهة نظرك كمان الموسيقى الشرقية تقدر في يوم من الايام تغلب الموسيقى الغربية الحديثة؟ لا، يعني عايز اقول وجه المقارنه ممكن يكون مختلف طبعا. هي اذواق وتباين طبعا في الاهتمام والميول، لكن طبعا الموسيقى الشرقيه بحكم انتمائنا طبعا وجذورنا الشرقيه الاصيله نحن نفضلها. يعني انا طيب انت شخصيا بتحب مين في الشرقي هنا؟ موسيقى زي بتاعت مين؟ فريد الأطرش مثلا، عبد الوهاب، عمر خيرت؟ كل اللي حضرتك ذكرتهم دول، وخاصة الموسيقيين الرواد، طبعا زي ما حضرتك ذكرت الأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ فريد الأطرش، الأستاذ رياض السنباطي، ثم الجيل اللاحق عليهم بعد ذلك الأستاذ محمد الموجي، الأستاذ كمال الطويل، الأستاذ بليغ حمدي، الأستاذ سيد مكاوي، يعني موسيقيين الرواد. وطبعا الموسيقار عمر خيرت طبعا، يعني من ضمن الموسيقيين المتميزين في تاريخ الموسيقى المصرية والشرقية يعني. جميل خالص، جميل جدا. احنا متشكرين قوي على اللقاء ده، وتابعونا ان احنا نكمل باقي تقارير مع ناس تانية واليوم العالمي نكمل معاكم من امام دار الاوبرا المصرية والاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. ومعانا احد الحاضرين والمواهب هيعرفنا بنفسه وعن موهبته. عبد الله، عندي 16 سنة وبعزف قانون. عزف القانون ابتديت من امتى تعزف؟ سنتين. طيب في الحفل النهارده تحب تقول ايه لكل الشباب اللي هو بيمتنع انه يستخدم موهبته سواء موسيقى او اي موهبة تانية؟ المفروض ان كل واحد يستعمل موهبته، عشان دي حاجة ربنا رزقه، يعني دي حاجة ربنا مديها له مش مديها لبقية الناس، فالمفروض ان كل واحد يستعمل موهبته. تمام جدا. طيب انت بتحب الموسيقى الشرقي اكتر ولا الغربي؟ بتميل لانه؟ لا، الشرقي. الشرقي. بتحب ايه بقى في الشرقي؟ يعني بحب الاغاني القديمة اللي هي مثلا زي اغاني عبد الوهاب، ام كلثوم. موسيقى معنى اخص او بصفة خاصة ان هي ممكن تغير من المجتمع وتغير من سلوك الانسان. هو كل حاجة ممكن تغير، يعني كل حاجة حلوة. كل حاجة حلوة. يعني الموسيقى ممكن تغير برضو. ممكن تغير. اه. طيب في العزف خد منك وقت قد ايه تدريب؟ هو انا بذاكر كل يوم 3 ساعات. يعني انت عاوز تقول لي كده انك انت بتقدر مع الدراسة وتقدر تعمل موهبتك تشتغل وتنميها؟ اه. جميل خالص. احنا في لقائنا النهارده متشكرين ليك خالص على اللقاء من دار الأوبرا المصرية.